أنور الحمداني إعلامي عراقي كان مدعو في كردستان العراق على افتتاح متحف البرزاني مع رئيس الوزراء ومجموعة من السياسيين، إلا أن الغريب ليس حضوره لكن ما تم هناك، فتم تداول صور ومقاطع في المتحف بين أنور الحمداني والسوداني وبعض السياسيين والوزراء والنواب وهم يتصافحون، على الرغم من وجود دعوى قضائية بحق الحمداني وصدور أمر إلقاء القبض بحقه، الأمر الذي جعل المتابعون في حالة استغراب. وعندما التقى ببهاء الأعرجي الذي يوجد بينه وبين الحمداني خلاف ومشاحنات سابقة، فبتصريح سابق قال أنور الحمداني مخاطبا الأعرجي: لو لم أكن أنا واستوديو التاسعة الذي كنا نستضيفك بها على مدار سنتين ولولاي لما وصلت إلى هذا المكان حتى وإن حضر جد جدك. من حقي أتناقش وياك قدام كل العراقيين، قدام العالم كله. ليش؟ لأن والله لو مو أنور الحمداني واستوديو التاسعة ما توصل إلى رجل مجلس الوزراء وتصير نائب رئيس وزراء. لو جدك وجد جدك يوقف لك، قسما بالله لو مو أنور الحمداني كان منطيك فرصة كل خميس على مدى سنتين بصفتك رئيس لجنة نزاهة بالبرلمان. لكن يبدو أنه نادما على تصريحه السابق، حيث عندما التقى ببهاء الأعرجي بدأت القبلات بالتراشق بينهم، لكن بعدها يصدمه الأعرجي بفيديو وهو يصفه بالنجس وإنه يجب عليه أن يغسل يده الذي صافحه بها. هذا الموطي أنور والله ما عرفته، بس يعني طلع صورة مع الأسف والله واحد خايس شلون طلعت ويا صورة ما أدري، بس لابسة عقال وغيرها نقصت إيدي المفروض أغسل اليوم. هذا وقد ظهرت بعض الأخبار بأنه تم طرد الحمداني من المكان، حيث أنه كان يتعمد أن يتصور مع السياسيين على غفلة حسب كلام أحد النواب. يعني تدري أنت أنور الحمداني انطرد أمس؟ انطرد من سحبت الكاميرات وانطرد، لكن هو مخلي له واحد يصور به، يباغت السياسيين ويصوروا وياهم. صور رجل احنا زميلنا نختلف نتفق، بس هاي القصه شنو يعني؟ لانه صارت ضجه بارحه بانه السودان شلون هذا عليه القاء قبض. حتى للتوضيح انا ما اقصد انور الحمداني، انور الحمداني وللتوضيح خاف صار اتهامات انه انا اقصد انور الحمداني، يعني خاف يصير لدى الحكومه او انصاره انه احنا جاي مثلا. بالعكس انا متهمتك بهذا الموضوع، متهمين يعني اقول اخاف عتب اكو شيك كذا. والاعلام انطرد من هاي الجلسه. البارحه انور الحمداني جاي اول امس جاي بطريقه مفاجئه، طبعا هو العلم هو معوق فما يعرفونه هو معوق عوق شديد، يعني عنده يمكن بيت الرجل وكذا، فطب اسمه معوق وراسه مسلم، يعني ستة واحد من يسلم عليك وانت مثلا بربيل ما توقع انه هذا مثلا دكتور هاني هنا، ما توقع انه هذا مثلا ست بتول هنا، ما توقع انه مصطفى سند، يعني فجاه واحد سلم عليك فيجوز تاخذ لك دقيقه نص دقيقه يلا تستوعب هذا. فبهاللحظه بدا يقص صور، بهاللحظه يقص صور، من قص صور هنا صار مخرج، هو ما طلع لك اللقطات اللي طرد بها وبخ صالح المطلق. طبعا صالح المطلق سلم عليه وضحك، بس بعدين وبخه وطلعه. وبهاء الأعرجي ورئيس وزراء امر بسحب كل الكاميرات حتى يتلافون الصور، فلما ما يدرون انه اكو شخص ثاني كان يصور به، فهو كلها كانت عمليه اخراج. انا هم قاعد بها هاي المشكله، تدري بها مره في اليوم صارت ويا مدير الموانئ مثلا قصد انه اللقطه لا تمثل الحقيقه.